هل الشمام مجزي في الانتاجية بتاعته؟ طبعا الشمام بيجزي في الانتاجية بتاعته وبيجيب انتاج ما شاء الله كويس. بس طبعا السعر ده بتاع ربنا، يعني السعر بتاع ربنا. انت ممكن توصل لحوالي 30 طن للفدان الواحد، وممكن اقل حاجة هتجيب 15 طن للفدان. لو مفيش خدمة خالص ممكن تجيب 15 طن، ممكن لو في خدمة وخادم كويس ممكن تجيب معاك 30 طن للفدان الواحد. وبركاته، اهلا بكم اعزائي متابعي قناة زراعة اونلاين وقناة فكرة زراعية. ان شاء الله هنشوف مع بعض النهارده شكل شمام جديد او طيب جديد في الشمام. زي ما انتم شايفين اهو، ده طيب جديد للشمام. ده شمام مخطط، ده بيبقى لونه من جوه منجاوي بس السكر بتاعه عالي، وحاجه جديده في السوق، يعني حاجه شكلها جديده في السوق. هنا حاطينها على الاطباق فوق زي كده علشان التربه ما تبوظهاش. ده من ضمن الحاجات اللي هي طبعا زي ما احنا قلنا ده شكل جديد للشمام، الشكل اللي احنا كلنا عارفينه، الشكل اللي هو مفيهوش فيه تخطيطه ديت، بيبقى عادي خالص مفيش تخطيطه. بس ده لسه صنف نازل جديد في السوق المصري، بس كصلابه وكطعم وكلون ممتاز خالص، كلون وطعم وصلابه. طيب هنا بالنسبه للارض، هنا فيها ملوحه، الارض هنا فيها ملوحه زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، ملوحتها عاليه جدا. وهنا الشمام زارعينه اصلا يعتبر مفيش فيه خدمه. فعشان نوصل للمرحله ديت هنقول احنا عملنا ايه عشان نوصل لمرحله النمو الخضري. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي مرحله الانتاج دوت، زي ما حضراتكم شايفين من غير خدمه. احنا شلنا الطماطم، وبعد الطماطم حطينا زرعنا بذره الشمام وطلعت زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي ما شاء الله. طيب اهتمينا باول حاجه، عملنا في الشهر اول شهر عملنا 4 تسميدات هيومك وفالفيك، وعملنا 4 تسميدات عشرينات، وعملنا 4 تسميدات فوسفور و4 تسميدات بوتاسيوم. طبعا احنا بنخلط البوتاسيوم مع الفوسفور. مكمل معانا في الفيديو، ممكن تدعمنا باشتراك في الفيديو وتفعل الجرس عشان يوصل حضرتك اشعار بكل فيديو. ومعاهم بنضيف معاهم 4 مرات برضو حامض فوسفوريك و4 مرات سلفات بوتاسيوم. طبعا في اول الزراعه بنحط سلفات بوتاسيوم، اما في اول شهر بعد الشهر التاني ما بنحطش سلفات بوتاسيوم علشان بترسب في التربه وبتعمل عند حضرتك فيه ملوحه، بيزود الملوحه عندك. فبنستخدم مكان سلفات البوتاسيوم حاجه اسمها 6620 او 12042 علشان ما نشيل شق السلفات من السماد. طيب وسميدنا كمان تسميده نترات كالسيوم حامض نتريك مره كل اسبوع، وسميدنا تسميد نترات مغنيسيوم وحديد كل 15 يوم. ده بالنسبه للشهر الاولاني. اول ما بدا يحصل عندنا عقد في الشمام اشتغلنا بوتاسيوم على فوسفور، بوتاسيوم اللي هو مثلا 50 32، وسمدنا الفوسفور بدل حامض فوسفوريك خليناه الماء اللي هو كلنا عارفينه 12 61%. بالنسبه للتحجيم خلصنا موضوع التزهير والعقد، اشتغلنا على التحجيم اشتغلنا سيتوكاينين، واشتغلنا نترات بوتاسيوم مع فوسفور. بنزود عدد الخلايا. طبعا هنا احنا قلنا هنا التربه فيها ملوحه عاليه، فطبيعي التربه لما تكون ملوحه عاليه الحبايه عند حضرتك ما بتكبرش او ما تاخدش حجم كبير. بس طبعا بيبقى نسبه السكر عاليه جدا، بتبقى من احسن الثمار اللي ممكن تاكلها طول حياتك لما تزرع في ارض فيها ملوحه. دايما تلاقي فيها سكر عالي جدا، وتلاقي اللون عالي جدا، وتلاقي صلابه الحبايه نفسها عاليه جدا فوق ما تتخيل. الشمام تقريبا بيجمع بعد 70 يوم، ده اللي في المبكر شويه اللي بتزرع في شهر 3 و4، على 70 يوم بيجمع لغايه 90 يوم او 100 يوم اقصى حاجه. اما الشمام اللي بتزرع في شهر 2 ده بياخد له 100 يوم كاملين او 90 يوم. ده بالنسبه لوقت الجمع. بتشترك معنا في القناه، ممكن تشترك معنا في القناه وتدوس على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعل الجرس عشان يوصل حضرتك اشعار بكل فيديو بنحمله على القناه. ولو في اي تعليق او استفسار ممكن تسيبوه لنا في التعليقات اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.